هو ده يا سادة مستوى الكورة في مصر. امبارح القطب الاول للكرة المصرية بيخسر ب5 اهداف، والنهاردة القطب الثاني بيخسر قدام انبي بهدفين وكانت قابلة للزيادة، وفي المركز الخامس في الدوري. اداء وضيع جدا من قطبين مصر في الدوري وفي افريقيا، الاتنين مش عارفين يصعدوا اصلا من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وقاعدين ماسكين الآلة حاسبة. مستوى وضيع جدا من الكرة المصرية على مستوى الاندية، على مستوى منتخب الشباب، على مستوى المنتخب الكبير، على مستوى المنتخبات بكل اعمارها اصلا، على مستوى الفرق بتاعتك كلها في البطولات الافريقيه، اهلي زمالك فيوتشر بيراميدز، كله زي النيله وكله رايح في الضياع. هو ده مستوى الكره المصريه عندك. احنا نلغي الكوره ونشوف لنا اي لعبه تانية نلعب فيها، ما دام الدنيا مش جايبه همها كده في كره القدم. الوضع غريب، الوضع مثير للتعجب. كره القدم في مصر معقول 120 مليون بني ادم مش عارف تطلع منهم، مش هقول لك بقى للانديه، 11 لاعب من 120 مليون بني ادم يمثلوا منتخب مصر، مش عارف تطلع منهم اي لاعب كويس. ما عندكش واحد بس منهم يلعب كمهاجم ويمثلك كمهاجم، ما عندكش واحد يلعب باك، ما عندكش واحد يلعب خط وسط، مش عارف تطلع منهم اي توليفه في اي سن او اي فئه عمريه تشرفك وتلعب كويس. الانديه مش عارفه تلاقي لعيبه في الناشئين تشرفها وتطلعها. فين الناشئين؟ فين الاعمار؟ ده ابن فلان وابن فلان، ابن البي رجل الاعمال مش عارف مين، ابن كابتن مين وابن مين. هو ده مستوى الكوره في مصر؟ هي دي الكوره المصريه اللي رايحه فينا، اللي رايحه بينا لنفق مظلم، الله اعلم هتوصل بينا لحد فين. هو ده مستوى الكوره. قطب بيخسر بال5 في افريقيا، وقطب تاني النهارده بيخسر بدون اداء، بدون لعب كرة القدم اصلا. كرة القدم انعدمت، كرة القدم ما بقتش موجودة. النهارده الزمالك في مباراته مع انبي مش موجود، عمل ايه؟ لا حول ليه ولا قوة. انبي مسيطر على المباراة بالطول والعرض. يعني الزمالك ليه فرص على استحياء، مفيش غير رأسية تقريبا من ابراهيم نضاي من بعد ما نزل، والكورة اللي جت في العارضة. ولكن انت فريق بطل قطب، يعني بعمل بالميت كده 15-20 فرصة، اقول انا ضيعت 15-20 فرصة، سجلت منهم 2-3، لكن فرصة و2 اكيد مش هيتسجلوا. اي فريق بطل بيعمل فرص وبيخلق فرص كتير جدا، سبحان الله. هو دايما كده، مفيش فريق بطل بيسجل من فرصة او 2. النهارده الزمالك مش قادر يلعب كوره، مش عارف يوصل للتوليفه المثاليه، تخبطات اداريه في الزمالك، في الاهلي، في اي نادي، تخبطات اداريه في كل حاجه في مصر. من منظومه رياضيه، لابد من ثوره في المنظومه الرياضيه المصريه، لاننا داخلين على كارثه، او بالفعل احنا في كارثه، احنا في وسط كارثه. وصدقوني مش هنطلع منها بالساهل غير اما ندي المناصب للي يستحقها، غير اما نختار لعيبه كره القدم عشان هم لعيبه كره قدم. 120 مليون مصري مش هتعرف تطلع منهم منتخب يشرفك في كل فئه عمريه، مش هتعرف تطلع منهم كان فريق يشرفوك في البطولات الافريقيه. طب انت دلوقتي ما عنديش انا لعيبه محليه، في 5 محترفين لكل فريق مصري، او هما فين؟ بيعملوا ايه؟ فين المحترفين؟ بتتكلم على نص فرقه تقريبا ممكن تعملها من المحترفين، هم فين؟ المفروض ان انت دول بتختارهم على الفرازه عشان يساعدوك كفرق، هم فين؟ سوء تخطيط تام جدا بالنسبه لكل الفرق، بالنسبه للمنظومه الرياضيه بالكامل. الوضع كارثي، الوضع مش متحمل الضحك، صدقوني مش متحمل التحفيل. زملكاوي بيحفل على الاهلي عشان خسر 5 امبارح، النهارده الاهلاوي هيحفل عليه، والوضع صدقوني لا يحتمل التحفيل. الوضع اللي خايف على الكوره المصريه وعلى مستوى الكوره المصريه واسم الكوره المصريه مش هيحفل، مش هيضحك. الوضع مش مضحك، الوضع كارثي 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 لأبعد الحدود. زي ما خيالك يوديك خليه يوديك. الوضع فعلا صعب، الوضع انا هقعد اوصف لكم للصبح. الوضع كارثي بالنسبه للكوره المصريه، ما بقاش عندنا كوره في مصر، ما بقاش عندنا منظومه رياضيه في مصر. شوف السنغال عملت ايه ان شاء الله الموسم ده، المنتخبات فئات عمريه، الدنيا زي الفل خالص. جنوب افريقيا وسان داونز، شوف سان داونز فريق شغال ازاي، وشغال باعلى التقنيات الاوروبيه. لا احنا بعيد قوي. شوف الدول العربيه وتقدمها في الرياضه والبنيه التحتيه بتاعتهم، وبيستضيفوا كاس عالم بالنسبه لقطر، وبيستضيفوا بطولات تانية. شوف الدوري السعودي اللي جايب كريستيانو واللي بيعمل انتدابات قويه، شوف الملاعب عندهم، شوف النقل التلفزيوني، شوف وشوف وشوف لحد بكره الصبح.
شوف انت كنت فين من سنين وهم كانوا فين، شوف النهاردة هم فين وانت رحت فين. صدقوني الوضع كارثي. هكتفي بالجملة دي. ارحموا كرة القدم المصرية لأنها تستحق الأفضل وكانت من الأفضل في المنطقة. اشوفكم على خير. سلام.